بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة يا جماعة عن موازين الحمام اللاحم الفرنساوي. طبعا أنا كل فترة بعمل تيست كده للموازين الزغاليل واشوف ايه الكلفة مظبوطة بقى، الفترة دي ما اديتش فيتامين اشوفها اثرت على الزغاليل ازاي. يعني دايما تتابع حمامك بالميزان، وخصوصا اللحم الفرنساوي، لان من مواصفات اللحم الفرنساوي ان هو زغاليله اوزانها عالية، بيطلع زغاليل اوزانها عالية. تمام. يعني ما نجيش حد يدي لك جوز زغاليل اقل من كيلو ويقول لك دولت زغاليل لحم فرنساوي، ده طبعا مش من مواصفات اللحم الفرنساوي. من مواصفات اللحم الفرنساوي ان هو بينتج زوج من الزغاليل يتراوح وزنه من 1200 ل 1300 جرام. تمام كده. طيب اول حاجه كده يا جماعه معانا الميزان ده يعني لو حد لسه هيشتري ميزان ما يشتريش الميزان ده خالص. الميزان ده سيء للغايه. انا كنت جايب ميزان قبل كده كويس ولكن هو عطل، ولما اشتريت ده سيء جدا، يعني سيء بمعنى الكلمه. فاللي هيشتري ما يسترخص ويعمل زي حالاتي كده ويجيب ميزان زي ده، بصراحه وحش جدا. يعني نعلى شويه بالموازين ونجيب حاجه انضف شويه يعني تستمر معانا، وفي نفس الوقت نعرف نوزن بيها، لان ده ضعيف جدا وسيء بصراحه في موازين الحمام. ممكن يتوزن عليه بقى حاجات خضار للمطبخ او ادويه مثلا بودر او حاجه، لكن ما يتوزنش عليه حمام. بس احنا عملنا فكره صغيره كده، بقينا بنعرف نوزن عليه يعني عشان ما نروحش نشتري ميزان تاني. عملنا ايه؟ شايفين ديت ازازه ميه كبيره، هنقصها كده. تمام. دي عشان نعرف نوزن عليه. لو حطينا كرتونه صغيره او علبه صغيره او كده الحمام بيتهز جواها، بيدي قراءات مش مظبوطه. فدي افضل طريقه للميزان التعبان ده ان احنا نوزن بيها والحمام ما يتحركش. حاجه سهله كده وسريعه يعني. تمام. طيب احنا نبدا مثلا بالحاجات المفهومه مع ذكر ولا حاجه. تعالى انت. بسم الله الرحمن الرحيم. 719. تمام. دي حمام يا جماعه مسقط ريشه للاسف. وزي ما قلنا قبل كده يا جماعه، ميزان الزغاليل اللي هي عمر 28 يوم بيكون قبل الاكل. تمام. ستمية اتنين وخمسين. طب نجيب حاجة ملونة. بسم الله. من الحاجات اللي هي مسقطة ريش. بسم الله. بسم الله. 696. طيب. طب نجيب حاجات أصغر شوية. بسم الله. لسه مفطوم بقاله كام يوم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. 688. 688. ده يعتبر لسه ما كساش ريشه يا جماعه. بسم الله. اهو مفطوم من كام يوم.
701. بسم الله. كل الحمام الصغير ده لسه مفطوم، يعني ده لسه مفطوم. ستمية تمانية وتسعين، يعني ناقص جرامين ويبقى 700 جرام. طيب حاجة سيلفر تانية هي من وارد الكويت. بسم الله الرحمن. ستمية واحد وسبعين، من احدث انتاج الاسود. طبعا يا جماعه الحمام صايم، شايفين الزغلول قد ايه؟ مفيش في حصلته لا ميه ولا حبايه اكل اهي. تمام، يا رب تكون واضحه. اهو مفيش في حصلته اي اكل ولا ميه. زغلول يعتبر باتش، اللون الاسود ده احدث حاجه. خمسمية وتمنتاشر. طب نجيب حاجة تانية. بسم الله. زغلول تيتان احمر. اهو شايفين الحصلة يا جماعة؟ شايفين؟ مفيش نقطة مية. زغاليل صغيرة فوق النص كيلو، يعني بسهولة جدا تجيب كمان ايه؟ تجيب 200 جرام كمان، يعني متوسط الاوزان عندي عدى كيلو و300. 577 79 578 578، يعني داخل على 600 جرام. ده لسه صغير جدا اهو. طيب نجيب حاجة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ده زغلول سيلفر، أظن واضح يعني. شايفين هو فيه كام حباية أكل صغيرة بس مفيش ولا نقطة مية. ده 24 ساعة يا جماعة، عشان لما نقول لحد ان التاكيل مره واحده ما تقلقش على الحمام. يعني ده زغلول الاهالي واكله مره واحده امبارح من 24 ساعه ولسه فيه بعض حبايه اكل اهو. تمام. ربعمية اتنين واربعين. شايفين الزغلول يا جماعه؟ ده زغلول مدبس من كام يوم اهو. ده 444 جرام. الاوزان جميله جدا، يعني انا دلوقتي كده خلاص انا ماشي كويس. لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب نجيب بقى كمان القص البني ده. بسم الله. بسم الله. ده قص براون. احنا بقى بنقول للناس يا جماعه ما تقلقوش وما تخافوش على الحمام. يعني في ناس كتيره بتقول ناكل الحمام مرتين اللي تحته زغاليل. ده الحمام ده تحته زغاليل، دي الزغاليل اهي، واكل مره واحده ولسه بعض حبايه فول اهي، حبايه او اتنين اهو لسه في الحصله، وهو معاد اكلهم دلوقتي يعني من 24 ساعه ولسه في الحصله حبايه فول. فده معناه ان المره الثانيه
التاكيل مرتين ده حتى لو تحته زغاليل انا يعني ما بيستفيدش بيه 20%. فاحنا نوفر على نفسنا شويه في موضوع التاكيل وناكل مره واحده. ده 495. $571 دول طبعا اخوات. طب هل بقى اللي زايد في الوزن اللي هو ده هنقول عليه ذكر، والاقل في الوزن ده هنقول عليه انتايه؟ لا طبعا، مفيش حد يا جماعه بيعرف الذكور من الاناث، يعرف نوع الزغلول ذكر ام انثى في الحمام الا في نوع حمام التكسن او التكساس. ده الفصيل الوحيد اللي في الحمام بيتعرف نوع الزغلول ذكر او انثى من وهو زغلول. باقي انواع الحمام محدش بيعرف نوع الحمام الا بحاجه واحده بس، وهو التحليل. طيب طب هنسيب الكلام في الموضوع ده للحلقه بتاعت معرفه الذكر بالانثى. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في الموازين. موازين الحمام اللحم يا جماعه، اللي يوزن قبل الاكل 24 ساعه الحمام صايم، تمام. اللي بيوزن زغاليل يوزنها في عمر 28 يوم بس. انا ده بعمل كل فتره، كل اسبوع 15 يوم 10 ايام بوزن الزغاليل عندي، اشوف الدنيا ماشيه مظبوطه ولا في حاجه ساقطه مني. الزغاليل عامه لما تبقى وزنها فوق الطبيعي او طبيعي ده خلاص يبقى انت ماشي مظبوط، فيتاميناتك مظبوطه، كلفتك متوازنه. طيب لو الحاجه بقى قلت ندور بقى احنا في ايه المشكله اللي مخليه الزغاليل وزنها قليل، تمام كده. في حاجه كمان يا جماعه بسيطه كده، انا بشوف ناس كتير بيتكلموا عن اللحم الفرنساوي ان هو بيريح وقت القلش. كل الزغاليل اللي صارت ديت طالعه في موسم القلش. حامل اللحم بيشتغل في فتره القلش. لا يعني البيض بيطلع مخصب وبيطلع زغاليل كويسه جدا. الموضوع كله معتمد على واحد السلاله، تاني حاجه المربي مظبط كلفته وبيدي مكملاته، فبيطلع عندك زغلول محترم. ودي كانت معلومه عشان الناس اللي بتقول الحمام بيبقى بيضه غير مخصب او البيض بتاعه بيبوظ او ما بيطلعش زغلول فتره القلش او بيريح، دي معلومه خاطئه. حمام اللحم شغال طول العام، تمام. دي كان فيديو سريع كده عن الموازين، يا رب يكون عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.